مخامر ناجحين معمرين بالخضر والكفتة والشحمة كيجيو لذاذين بزاف لمائدة رمضان والموائد الأخرى العادية ديالنا. إن شاء الله تشوفوا الطريقة والمقادير مع بعض. هنايا عندي واحد الحشوار غادي ندير فيه بصلة كبيرة، وغادي ندير فيه فلفلات. عندي فلفل ألوان، تعملوا الفلفل اللي بغيتو اللي عندكم. درت انا خضراء وحمراء، نقطعوهم ونديرهم في هشوار. انا بغيتهم يجيو رقاق باش ما تخرج لناش هذيك الحشوه على برا. وصافي نقطروا داك الماء اللي كينتج على داك الشيء. ومن بعد هنايا عندي الخضار كما كتشوفوا معايا في الصوره. المهم غادي نتبعوا خطوه بخطوه. عندي هذيك بعد ما استقطرت البصله والفلافل، درت شويه ديال الزيت في المقيله كما كتشوفوا معايا. غادي ندير شويه ديال الثومه، واحد جوج فصوم ديال الثومه نحكهم على هاد المقادير ونخلي تشحر هاد البصله والفلفله مزيان. بعد غادي نضيفو بالتدريج باقي العناصر. حنا بدينا بالحشوه باش تبرد لنا ونخدموا بها العجينه وما تقطعناش. المهم هنايا بعد ما تشحرت لي ديك البصيله والفلافل، زدت هنايا كما كتشوفوا الشحمه اللي طحنتها حتى هي في الهشوار، وزدت لها شويه الكفته. من بعد غادي نزيد الخضره ديالي. عندي هنا الجعده او خز او جزر محكوك هكا شكل طول. صافي غنخلي هاد العناصر ديالي تشحر مزيان. هنا غنزيد لها التوابل، الملحه، ابزار، شويه ديال الخرقوم وسكينجبير والتحميره وشويه ديال العطريه ديال الكفته. صافي كنشحر، نخلي هاد العناصر حتى كتشحر لي وديك الشحمه تذوب. ومن بعد غادي نزيدو شويه ديال الربيع مقطع، نزيدو ربع هاد العناصر، نخليوه واحد شويه وغنطفيو لهاد الحشوه ونخليوها تبرد مزيان. بعد غادي نمشيو للمرحله ديال العجينه باش نحضروا المخيمرات ديالنا. هنا عندي نفس المقادير اللي درتها تقريبا ديال الفرص، درتها ديال الفينو. درت زوج ديال الزلايف ديال الدقيق من كل صنف، وممكن ديروا مقادير اقل. وهنايا درت معلقه كبيره ديال العسل، ودرت الخميره ديال الخبز معلقه، ودرت المليحه وواحد المعلقه كبيره ديال الزيت او زوج. من بعد غادي نجمعوا العجينه بالماء، غادي ندلكوها شويه مزيان. ومن بعد غادي نخليوها تخمر. هنايا انا درتها بيدي ومن بعد رجعتها للماكينه اللي عجنتها. كتعجنها كنعجنوها مزيان ومن بعد كنخليوها ترتاح. ضروري ما العجينه ترتاح لنا باش تعطينا نتيجه مزيانه. وهنا كما كتشوفوا العمليه اللي واضحه وسهله. هنا بعد ما العجينه ديالي تعجنت، هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. ما مطلوقاش بزاف وما ثقيلش العجين. وصافي هنايا غادي نبقاو نشكلوا كريات صغارين. الاحسن نديرهم صغارين لانه مازال غادي نقرصوهم ونجمعوهم باش ما يجيكمش مدقسين في الوسط. صافي هنا غادي نبقاو نشكل كرات حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. انا بشويه ديال الدقيق ديال الفينو كنقرص هكا الخبيزات ديالي مزيان، وكندير دوك الحشوه في الوسط بعد ما بردت لي. وهنا غير واحد الاضافه، انا قسمت الحشوه على زوج. واحد النصف زدت له الهريسه حاره اللي كيبغي المخيمرات حارين، وزدت له شويه الفرماج، والباقي خليته غير هكاك حتى الوليدات اللي بغاو ياكلوا ما يجيهمش حار. وصافي هكا كنشكلوا المخيمرات ديالنا حتى كنكملوا العناصر كاملين كنجمعوهم في الوسط وكنقرصوهم واحد شويه في الوسط. صافي ونخليوهم يرتاحوا، يعني عمليه بسيطه ودغيا دغيا كيوجدوا معنا. كما كتشوفوا هذاك النصف اللي كان بقى لي زدت له الهريسه وزدت له الفرماج، وغادي نكملوا العناصر حتى الاخير. ومن بعد ما سخنت واحد المقيله ورشت عليها شويه ديال الزيت، درت فيه شويه تحميره. صافي كنطيبوا البطيباتات ديالنا مخيمرات عاديين، كنحاولوا نقرصوهم ونقادوا لهم الشكل وكنقلبوهم دغيا دغيا
هنايا واحد شويه وكنقلبوهم باش يتنفخوا لنا المخيمرات ويجيو لنا ناجحين. وهكا كيما تشوفوا حتى كنكمل كاع المخيمرات اللي عندي، وهذا هو الشكل ديالهم. ان شاء الله نتمنى يعجبوكم وتردوا عليا الخبر، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش بجيم تعاليق وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، ونشروا الفيديو كاع الاصدقاء والاحباب ديالكم ان شاء الله باش تكبر القناه ديالي. والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.